انا باخد اول حته من بره نديها في الطحينه كده، نروح واخد حته بيض من هنا حطيتها على الفول. نجرب بقى ايه بالمكسرات بكله. انت عندك موز وتفاح ومانجا وفراوله وقشطه ورز بلبن وكنافه وبسبوسه. بس المدلعه ما عجبتنيش، يعني انت هتاكل سمين ومش عايز كوارع. تخيل انا هاكل من غير سمين ده، زي يقول لي انا عامل ريجيم ازاي. لو انت عايش بره مصر وخصوصا في اوروبا كده زيي، فالفيديو ده هيجي على الجرح قوي، لان احنا هنصور يوم كامل من اكل الشارع في مصر، ومش اكل الشارع بس، احنا هنصور الاكلات الشعبيه في مصر. يعني هنقف نشرب عصير قصب، هنقف على عربيه كبده، هنضرب سمين، هناكل كل حاجه ممكن تتخيلها من اكل الشارع في مصر. يلا بينا. اول حاجه نعملها اللي احنا نروح نفطر فطار مصري اصيل، وعشان نفطر فطار مصري اصيل فلازم نروح على اي عربيه فول. عايز فول عادي ولا فول بالبيض؟ فول وبيض. يعني فول بالبيض لوحده؟ فول وبيض. بقول لك عايز واحد فول، واحد فول بالبيض، وواحد باذنجان وفلفل. انت بتطلب طلبات ولا سندوتشات؟ لا طلبات. طيب انا بقول له طلبات اطباق. اطباق يعني طبق واحد فول، واحد فول بالبيض، طبق. انت ما تطلبش، انت ما تطلبش، هتعقلنا. عايز سلامات. اصبر يا عمار. بص طلبين فول وطلبين بيض. عايز بطاطس؟ وبطاطس وبتنجان. بس واحد بس بطاطس. الو. تطلب لي، يقول لي عايز اطلب، يقول ما لي. انا بكتب ما طلبتش في مصر. انا انضفها بسرعه اللي هي دي. فيعني الفطار بقى ايه اللي هو فطار سن الاول، فول بزيت الحار والطحينه، هو حاطط ربع بيضايه تقريبا، ولا عندك في شويه سلطات، وفي عندك هو بهارات هو حاططها كامله، عيش مفقع. انت بقى تعمل ايه؟ تاخد اول حاجه تروح واخد حته بيض من هنا حطيتها على الفول. انت واخد ده ايه؟ ممكن حته بصل اخضر. طبعا الناس كلها بتتفرج علينا. الساعة 8 هندسة عندنا شغل، بس عايزين ناكل. عايزين نصور يعني. واخد بقى ايه؟ تعملها لسه نازله كده ايه؟ يعني صبحه لسه اعملها سخنه، ما اعرفش اعملها ازاي اصلا فين. ما انت جاي عند حلاق. فطار مصر. فطار مصر. انت جاي عند حلاق؟ اشمعنى؟ مستغرب انت عارف عامل طعميه؟ لا اصل مش عارف هو عاملها فين اصلا. ما وراك اهو. يا ابني مش عنده مفيش قلايه ولا اي حاجه. ايه تسلم. هو ده احلى فطار مصري ممكن تاكله مع اي عربيه فول في الشارع. بعد ما خلصنا الفطار في حاجه اساسيه لازم نعملها ولازم نحبس بيها، دي بقى يعني مالهاش علاقه بالفطار، هي حاجه كده ممكن مثلا تبتدي بيها يومك في مصر، وان احنا نضرب شوب عصير قصب. انت عايز ولا مش عايز؟ مش عايز؟ السلام عليكم. عايز اكبر عصير قصب عندك. 20. ده شوب ولا ايه؟ لا كوبايه. 10. 10 ماشي. كوبايه يا باشا ب 10. ده لتر ده ولا ايه؟ هو ده تقريبا يعني ايه لتر قصب وب 10 جنيه بس. مشروب الرسمي في مصر، والله احلى مشروب في مصر. Enchanté. احنا موجودين دلوقتي في شبرا، وفي حاجات كده سواء انت كنت عايش في مصر او بره مصر فما ينفعش ما تجربهاش. فاحنا النهارده موجودين عند مصمت الحاج مجدي، المفروض اللي هو من الحاجات اللي مشهوره قوي في شبرا، فهنجرب النهارده تشكيله كبيره من الحلويات اللي بيقولوا عليها بتاعت مصر. عايزين شوربه كوارع مخلي. وبعدين عايزين قطع. عايزين بقى طلبين مشكل. يا ريت. يا ريت ايه؟ احنا عايزين. عندي حاجه لذيذه كده. ماشي، عندي حاجه اسمها ورقه ميكس، لحمه على كبده على كفته. دي عايزين الصوص بتاعها. لحمه على كبده على كفته على سجق. انت قلت 2. لا واحد شوربه. لا قلت 2 وانا سجلت. هو ما بيحبهاش. معلش نعتذر للسيستم. يعني انت انا ما بحبش الكوارع. انا بحب الكوارع صراحه يعني.
فهو هيضرب كوارع. يعني انت هتاكل سمين ومش عايز كوارع؟ تخيل، ما انا هاكله من غير سمين ده. زي يقول لي انا عامل ريجيم ازاي؟ عربيه خشب كده خضرا كان بيعمل اول حاجه نزلت لنا شوربه الكوارع. طبعا انا مش من عشاق الكوارع، انا الصراحه يعني بقرف من الكوارع، بس برضه نوري يعني وريني كده الكوارع، وريني شكلها. ايوه يا عيني، يعني في ناس طبعا عشاق الكوارع. اضرب السكره وهو داخل يا عيني. انا يعني لا يا ابني جيلي صحي كمان. خدها خش عليا بقى كده. ايوه خش عليا بقى. طب ده اول حاجه نزلت اللي هو طبق مشكل. افتح لي بقى دي كده. دي ورقه مشكله. لا 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 تسلم. لا تسلم كده. دي ورقه مشكله. يعني نبتدي بايه؟ يا لا ناخد اول حته من بره نديها في الطحينه كده. ضيع. نعمل بقى سندوتش بقى. سجقايه اسمها ايه؟ سجقايه. حطها كده هنا. دي بقى ايه دي؟ فشه ولا كرشه ولا ايه دي؟ حطها في السندوتش. نرمي ده كمان في السندوتش. حته كبده. نضرب كل ده طحينه. معايا واحد دوسكي. في حاجه بقى ايه يعني لازم تعملها، انك تروح جايب ايه، عارف انت شويه البصل بس اللي هو ايه، كده البصل ومديها بقى ايه شويه طحينه وتدخلها. وصلت ها؟ وصلت. سيبني بقى عيني. بعد بقى ما ضربنا السمين فده جه وقت ان احنا نروح نحلي، وعشان نحلي وناكل حاجه جديده دلوقتي هنروح عند بلبن نشوف عندهم ايه ونجرب كام حاجه كده من حاجاتهم الجديده. طب دلوقتي احنا طلبنا من بلبن 3 انواع مختلفه، كنا عايزين نطلب حاجات كتيره بس للاسف هم ما كانش عندهم اي حاجه باللوتس. ايه؟ لا لايف. اول حاجه معانا ده رز بلبن بالمانجا. انا كنت فاكره بالمانجا طلع بايس كريم مانجا. نجربه. هو رز اللبن بتاعهم عالي قوي. ده شكل رز بلبن. لا يعني هي المانجا طبيعي، يعني الايس كريم مانجا طبيعي جدا، فده عالي جدا. الله جميل اعلان. عادي. دي اشطوطه مكسرات. لا يا عم مش مكسرات. مكسرات ايه؟ ده عباره عن رز بلبن وفي جواها كيكه بالقشطه معرفش ولا الكريمه ومعاها مكسرات. ده شكل مكسر. يعني انا هجربها الاول الكيكه لوحدها. الكيكه لوحدها طعمها عادي جدا، مع رز اللبن طعمها بيبقى احلى شويه. نجرب بقى ايه بالمكسرات بكله. حلوه دي حلوه. خش على ده دوبامين. ده بقى دوبامين. ده رز بلبن. ده بالايه؟ ده ايه ده؟ ايس كريم. رز اللبن بالايس كريم بالمكسرات. شغال برضه مش وحش، بس انا شايف الرز لبن ساده لوحده يعني كفايه. الحاجات دي بقى كلها الحبشتكنات دي يعني مش عارف. الرز لبن شايفه لوحده يعني يكفي. انا شايف الرز لبن بالايس كريم ده مش يعني مش تمام، مش راكب مع بعضه. اي وقت لازم تعدي فيه تضرب عصير قصب. المشروب الرسمي في مصر وببلاش. احنا موجودين دلوقتي في وسط البلد. لو بصيت كده على يمينك هتلاقي كرم الشام وجنبيه كشري التحرير، بس احنا الصراحه يعني مش قادرين، يعني احنا كلنا النهارده كتير فمش هنقدر نخش في حاجات حادقه تاني. بص على شمالك اللي هو ايه هتلاقي الكرنك، وطالما انت موجود في مصر ما ينفعش ما تجربش الكرنك، فالنهارده هنخش نجرب القنبله من الكرنك ونشوف القنبله دي بتقول ايه. السلام عليكم. السلام عليكم. عايز واحد قنبله ورز بلبن. خلي بالك يا قنبله، والله قنبله ما بتهزرش. اسمه ايه؟ بص لمسه القشطه. بص لمسه القشطه. لا بص على لمسه القشطه دي حلوه. هي دي قشطه؟ بص اللمسه. لا لمسه فنان. القنبله بتوع احنا معانا دلوقتي. القنبله هي عباره عن ايه بقى؟ هي المفروض فيها رز بلبن ده تحت خالص، وبعد كده في كنافه وبسبوسه وفي مانجا وفراوله وقشطه. يعني هي متقطع فيها كمان موز وتفاح، يعني انت عندك موز وتفاح ومانجا وفراوله وقشطه ورز بلبن وكنافه وبسبوسه. عظيمه القنبله دي. تعالى خش حبيبي. لحد دلوقتي مش لاقي رز لبن نفسه، انا جربت كل حاجه ما عدا رز بلبن لسه. تقريبا ده احلى حاجه اكلتها من ساعه ما جيت مصر، يعني القنبله اعظم اختراع في مصر الصراحه يعني.
بعد ما خلصنا من الكرنك هنطلع كده على طول صد رد على كنافه وبسبوسه عشان نجرب المدلعه، بس المشكله ان زحمه جدا عند كنافه وبسبوسه، فهنقعد تقريبا ساعه عشان نجيب قطعه مدلعه. وصلنا يلا بينا. طب احنا جينا قعدنا يعني عادي جدا في وسط البلد في وسط الناس وكل حاجه لا عادي اتفضلوا ولا يهمكم. وهنجرب بقى المدلعه. هو تقريبا الاختراعات دي كلها يعني ظهرت بعد ما انا سافرت. اول مره اسمع حاجه عن القنبله المدلعه ومش عارف الحاجات دي كلها. ايه ده؟ تعالى كده نقرب بقى اوريك شكلها. هو انا شايف تحت في كنافه وفي فوق تقريبا كراميل ومش عارف من جوه ايه. مش عارف، هي ميكس غريب يعني، مش عارف احدد هي حلوه ولا وحشه. يعني كنافه ايه ما نجيب ده برضه موتوسيكل كريم اخويا مره ثانيه اللي متحمل معانا كل اللفات دي كلها، بس المدلعه ما عجبتنيش. يعني كنافه على كراميل على كريمه على ما اعرفش بسبوسه من جوه، مش حاسسها. انت عارفها لا مش ما عجبتنيش. يعني انا بالنسبه لي القنبله الصراحه توب، يعني انا بالنسبه لي القنبله توب، واي حاجه قنبله ورز بلبن توب، واي حاجه تاني عاديه. جرب قول لي رايك بامانه. ايه رايك فيها؟ انا ما عجبتنيش خالص. يعني المدلعه لا مش مدلعه خالص يعني الصراحه، يعني ما فيهاش اي دلع، ما تحسش بيها في دلع كده. في اكلات بقى ما ينفعش تصورها في الشارع عشان الزفاره، فلازم ناكلها في البيت. فالنهارده معانا سمك بلطي مقلي وسمك بلطي مشوي ورز الصياديه وبابا غنوج اسمه بتاع ده وجرجير. فخلينا ناخد سمكه كده، احنا بس هنقطع حته نجرب بيها. بابا غنوج على شويه طحينه على الرز. ودي كانت نهايه جوله اكل الشارع في القاهره، حاجه من زمان كنت عايز اعملها واخيرا عملتها الحمد لله. طبعا يعني في مصر الاوبشنز كتير، يعني انت عشان تصور الاكل كله في القاهره طبعا صعب، لان في محلات كتيره جدا فتحت، فاحنا حاولنا نجرب الحاجات اللي احنا يعني ايه وحشانا من زمان. واشوفكم ان شاء الله في فلوجات جايه من براك بقى، لان انا خلاص راجع براك ان شاء الله يوم السبت، فنبتدي نصور ان شاء الله من براك تاني. السلام عليكم.